عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة نسبت إلى الفنانة تينا زبيدي، وأرفقت بالكثير من التساؤلات حول تعرضها للتشوه، وذلك بعد إجراء عملية تجميل خاطئة. شيلونا احملونا عالكفين اسألونا، شيلونا احملونا عالكفين اسألونا، غرمايونا عالجو غير ما يطلع الضو، غرمايونا عالجو غير ما يطلع الضو، اوعى 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 تنزلونا. يلي أكد هالأخبار عندما نشرت صفحة تينا زبيدي الرسمية على فيسبوك عبارة جاء فيها: إذا فكركم عم تفضحونا رح تجبرونا نفضح حكيم التجميل ونخرب له بيته مثل ما خرب لنا بيتنا. عم بيقولوا شو طبيعية هالبنت؟ انطلقت من الدجاج تقول لهم نحن طبيعية. نعم تينا زبيدي رح تكشف وجهها. أهلا وسهلا بأنس وتينا. أهلا فيكي. شغلتوا الإعلام هالأسبوع والسوشيال ميديا بخبرية تينا تشوه وجهها، وخلينا نشوف الصورة بس يلي تشوه فيها وجهها تينا كيف تم توزيعها، هي موجودة بالريبورتاج. شو الخبرية؟ الخبرية هلا لحد يعني قلقت المشاهدين كلهم عتلاقين هم تينا. هلا انا على طول اقول لانيس بدي اعمل تجميل بدي اعمل تجميل هيك ما يخليني انه شوي صفا يلا مرق لنا اياها ما يخليني شيء من ورا ظهره يعني هيك رحنا شو صار شو عملتي؟ ورم شوي بعدين اضطريت خبي يعني وتسربت الصورة، مين سرب لي اياها ما بعرف. بس هلا انت عامله شيء؟ ما مبين انك عامله. هلا انا اذا بدي خلينا نفوت بالمرحلة الأخيرة. طيب تينا زبيدي عملت رسالة، نحن انشهرنا بقوة الله بحياتنا الطبيعية، شعري وغنيتها وشكلنا وحياتنا وعلاقاتنا، نحن انشهرنا بالطبيعة، نحن جماعة دفعنا عن المبادئ اللبنانية والعربية، نحن ولاد هالبلد ولاد هالتراب، مش ولاد الزهرة الصناعية، ولا مرة نحن لقطنا زهرة صناعية وشميناها وكذبنا على حالنا وقلنا شو هالريحة الحلوة. زهرة صناعية ما فيها ريحة، وجبت وقت مش لإلنا. تينا زبيدي طلعت بهالفكرة، تعا يا أنيس تنعمل رسالة، صار يعني تنحكيها بصراحة، كيف انعمل قبل قصة الموز والموزتين ونحن ضد، هديك فيها خدش من الرأي العام مع احترامي للي عملها. نحن عم نعمل شيء مش عم نأذي حدا، عم نحكي عن حالنا، بنعمل هالشيء. بتعرفي كم جريدة كتبت تتعلموا انكم ما تعملوا عملية تجميل؟ يعني الرسالة وصلت قبل ما نكشف الحقيقة، شو حال بعد ما نكشفها؟ وتينا اكيد عندها حكي بهالموضوع، انا ترددت انه يا تينا معقولة انه موقفة بين الناس وانا كنت عم بمثل بهيدا، عملت وصرخت عم بمثل، واي حدا بده يقول انه عملوا تجميل ورجعوا عملوها بهالطريقه لانه ضبط وجهها، برجع عيد نفس الكلمه اللي حكيتها بمجله الجرس. قلت $1,000,000 للدكتور اللي بيجيب مستند واحد انه دقق بوجه لتينا. لا ما هو واضح يعني ما يعني اخر فتره في الواحد يعرف اذا مشغول بالوجه ولا لا. الواضح هلا بدي انا اكشف من خلال بروجراميك من بيروت انه اول شيء سوري اسم الله عليك قمر. اول شيء تسلمي حبيبي، عيونك القمر، انت قمر، بروجرامكم قمر ويعطيهم العافيه كمان. شكرا. واي ار تي القمر. بس بدي اقول لك انه انا طلعت بهيدي الفكره، يعني اليوم اذا جينا قلنا انه بدي اطلع اعمل مساج عن التجميل، اليوم كل يوم عم شوف على السوشيال ميديا بنات مش مقبول هيدا يا شفافها كتير كبار يا خدودها كتير ان بليس انه مفكرين حالهم واو انه لو ضمن المعقول ممكن، بس انه كتير عم بيكون هيدا صارت موضه. التجميل بمحله مش غلط، بس لما بيكون للحاجه يعني كمان مش غلط، بس لما بيكون اوفر ولما بيكون صار موضه لانه جارتي عملت بدي اعمل ولانه يي ليكو هي بلكي كل انسان حلوه بشكلها، كل انسان حلوه بنعومتها. انا جيت قلت اذا اليوم جيت اي تي في اكس او ايجريك قلت لهم بدي اطلع واحكي عن التجميل انه انا ضد او اعمل رساله، بما انه نحن انشهرنا على الفيسبوك او على السوشيال ميديا بالاجمال بالرسائل، مين بيعبرني؟
اوكي يمكن حتى كلمتي اذا عبروني كلمتي بتقطع ابو ثانيه بترجع بتخلص. لا انا حاولت خليهم يحسوا بالسخن اذا بدك. هلا سوري العايم تضايقت، بعتذر من كل انسان تضايق وبعتذر من كل انسان انا جرحته وهيك. ولأول مرة الناس اللي بتسب لنا بدنا نقول لهم معكم حق، لأنه لو هالشي حقيقة إلكم حق، إنه طبيعي إذا تينا زبيدي بدها تعمل سرقة لمين تركنا الحياة الطبيعية. إذا بدك أنا فتت يعني وحدة قلت له لأنيس بدي أشوه حالي، لكن عم بجيب لك حدا قلت له لا أنا ترددت وأخرت الفكرة طلقتها من شهرين ثلاثة يا تينا روح شو بدك من هالشيء. آخر شيء كيف راح الخلاف إلى مريم كلينكو والتجميل هلا اذا بدك بعدين بس خلص قصه هيدا يعني هذا الموضوع فاتت ببعضها تجميل مع هو نحن ماخذين خط بهديك القصه وبهالقصه نحن اخذين خط لانه انا قلت قبل انه انا ضد التجميل ما بقبل اكون يعني اعمل شيء بقى من هالمنطلق. يعني انا شوي اذا بدك سينا شوي بالصوره يعني للعالم تصدق يعني فتت حطيت قطن وقصص وجبت هيدا الامبر ازرق على اخضر وهيك صورت حالي وبعثت له الصوره لانيس وسربناها على العالم. يعني نحن اذا بدك شغلينا تحت الطاوله على فكره. يعني انا هي شوهت حالها عفيقه مش حدا مش يعني نحن من الاشخاص اللي ما بتوصلنا خبريه وبننشرها دغري. يعني شفنا نحن اتصلنا فيك وقلنا لك تفضل احكي. ما بنتبع نهج غيرنا من قبل خبريه مثل ما وصلت ومثل على انتشارها. كان في حضاره كثير مش عم اعطشك، كان في حضاره كثير بالطريقه اللي الاستاذه امل طلبتنا ومن خلالك وقلتنا انه حضرتك ما طلبتينا. كان في حضاره ما كان فيها الشخص انه اذا مش مضبوط حلوا عنا اذا مضبوط. بالعكس نحن عملنا حاله ان كان صح او لا الحاله انوجدت. تعالوا هون ليش عملتوا هالحاله؟ حكيت كلام كثير حضاره فاجاتني انه انتم جماعه عملتوا ضجه بهالقصه. ما بدي فوت صح او لا بدي اقول لكم تعالوا احكوا الحقيقه. نحن كثير بنشكركم وبنقدركم. يعني يمكن هاي القصه اللي حضرتكم عملتوها قصه التجميل اكثر شيء اخذت على السوشيال ميديا رواج لانه كنت قبل بفتره منزله كليب وصار حوالي ضجة بس ما صار يلي صار مثل ما صار بالبوتوكس ولا انعرفت تينا زبيدي مثل ما صار بالبوتوكس. صح. ايه بدي من خلال برنامجي اقول انه انا ابدا مش ضايقه بوجهي لانه في مواقع كتبت انه عمليه جديده لتينا زبيدي بقى لا جديده ولا قديمه. وبدي اقول شغله انه الصوره كانت قاسيه. يمكن انت اذا بتكوني على الطريق بتشوفي اكسيدان وبتلمي قتيل سبحان الله سوري يعني الله لا يجربنا بتطلعي انه بس تطلعي بسيارتك اجباري انه سوري تقولي انا بدي خفف تما يصير فيي هيك. غير ما انا لكل مره بقول لها لما بتفكري انك تجملي حالك ادرسيها مليون مره قبل ما تعمليها لانه يمكن صورتك تطلع مثل ما صورتي شفتيها. طب من بعد هيدا الخبريه اللي طلعته والانتشار على السوشيال ميديا الخبر اللي طلعته والرساله اللي هي هلا اليوم وصلت اكيد شو رح تغني؟ لان دايما في غنيه من بعد ما تقدمي مشروع. اذا بقول لك انكتب بقلب استوديو وعطلين هم ما تعرف تقول الكلام ما لحقنا. حضرتك جاهز على طول لتكتب لي الكلام؟ انا شاعر لك بكل تواضع ما بدي احكي عن حالي. على السوشيال ميديا في قسم قديم بيعرف انيس القديم بيحترمني وبيعرف انه هي خيار جديد لإلي انه وفي قسم ما معه خبر شيء ما تواخذيني. بنت بتغني للبوبي خيا بيلبس الانيماسيون جوزها بيكتب لها وفرقه رقص نصها محجبات ومدارس ونوادي وضيع بتغنيها فيها ووزاره التربيه ثقافه بتدعم وتربيه بتعمم واناث بيفتتح. بيجي واحد بيقول لها يلا انت عم تغني البوبي وهريك عم يغني البسينه. يا حبيبي شو الفرق بين عندي بوبي كثير بحبه معدوم واسمه رامبو وبين عندي بيسي اسمها سيسي؟ الفرق انه هي ماجدة الرومي مع احترامي لها وهيدي تينا زبيدي. رحنا وقت اللي ما انتخبوني بالمجلس النيابي ما اعلنوا انه نايب انتخبني. رحنا قلت سئلت عن الغرام ولا في سئلت اضراب عملت اضراب عن الغرام. دخلك ماجدة الرومي بما انه عم نحكي عنها ما قالت اعتزلت الغرام بغنيه وعغنيه في مجله الجمعه الماضيه كاتبه شو يعني اعتزلت الغرام وشو يعني اضراب. هي هون هيدا الفرق بلبنان انه موجود ما هي ماجدة الرومي ما نحن بنحبها اكثر منكم ماجدة الرومي. يا جماعه فهموا الحقائق روحوا شوفوا بياتكم وجداتكم واللي بحق لهم ينتقدوا شو قالوا عن تينا زبيدي. انا مدير عام جريده بنيويورك ورئيس مجلس شعراء ما حكيتهم مكيفين ما حكيتهم هلا عم بحكي اول مره انتم بتستاهلوا نكشف لكم. انا رئيسي الجمهوريه حكوا على غلاف كتابي. رئيسي الجمهوريه
كل اللي بحق لهم يحكوا عن شو كان كتابك؟ كتاب كتب الكتاب عن دار الجيل، دار العربي الكبير. نعم. حكي بتوقيعي رئيسة مجلس الفكر كلوديا أبو نادر، قدمته ملكة جمال لبنان بسنتها الدكتورة غدا الترك، حكي الدكتور ميشيل جحا، حكي الدكتور اليوس خليل ذكريني بعد، حكي مدير عام جريدة ديار يوسف الحويك، حكي رئيس الرابطة الثقافية دكتور سمير أبي صالح، 2000 شخص. أنا زلمة أغاني بتدرس بالمدارس، بنت غنت للأولاد، هلا انتقلت كبار بيشيلوني وإيدي بإيدك ولبنانية طب خلينا نسمع شوي تينا، شو حتقول؟ صحيح الموضوع أنا بيعصبني شوي بس رح نكفي، بس خلينا نشوف يا ريت يبقى وقت لنكفي الرسالة يلي يا ريت تحضرت على الدلعونة بالوقت. اوكي بس انا هلا لانه يلا لا بدك اياها تغني، بدك تسألك شيء. لا بدها اياني غني شيء عن تجميل، بس هلا كتب غنيس وما لحقت خلص عليه بقى. في موضوع فتحتيه حضرتك هلا بنرجع. يلا بس بدنا نسمع ونشوف البوبي شوي منا. خليني اقري مرة هيك ولا عم نسمعوا للناس كلامه اذا الشي كلمة مسؤولة غلط. هلا انكتب ما قريت الا اياه. على دلعونا وعلى دلعونا ما بيلمس وجهي غير رب الكونة، مشتينا زبيدي الوجه بتعبي بدهن وبتاكل مليون مسبي، ما في عوجي غير لمسة ربي، لا في بوتوكس ولا سيليكونا، على دلعونا وعلى دلعونا ما بيلمس وجهي غير رب الكونة. تفضل. لازموها اذا شي كلمة نسيتها او ما لحقت تحفظها. على دلعونا وعلى دلعونا ما بيلمس وجهي غير رب الكونة، وعلى دلعونا على دلعونا وما بيلمس وجهي غير رب الكونة، مشتينا زبيدي الوجه بتعبي بدهن وبتاكل مليون مسبي، ما في عوجي غير لمسة ربي، ولا في بوتوكس ولا سيليكونا، ويلي دلعونا ويلي دلعونا ما بيلمس وجهي غير رب الكونة. رب الكونة عندي بوبي كتير بحبه مهضوم واسمه رامبو، لما بيلمحني بيفرح وبيصير يهز بدمبو. عندي بوبي كتير بحبه مهضوم واسمه رامبو، لما بيلمحني بيفرح وبيصير يهز بدمبو. لو شو ما بيعرف يقول لو عطش انا المسؤول، من هيك منترك على طول الاكل والشرب جنبه. هيدي الاخراج لباسم مغنية طبعا اكيد. بس اللي بدي لك اياه انه حضرتكم مجهزين، يعني سريعين، بتمنجوا بتصوروا بتكبوا، عندكم فريق عمل ولا نحن فريق العمل، انا بعمل كل شيء وهي بتعمل كل شيء. طب كيف عم تلحق تدير جريده بنيويورك؟ كيف عم تلحق تألف كتب؟ كيف عم بتلحق تينا تعمل اطروحه؟ اوكي نحن مقعورين وعم نربي اولاد ونحن مقعورين اكيد مقعورين. كم ولد اسم الله عندكم؟ انا بطلت بنيويورك لانه كنت بامريكا، انا يعني كنت مدير عام جريده. بخلي لك اياها، نحن اذا وقتنا غيرنا عنده وقت فراغ او بيعمل شيء فيه بحبه، نحن ما عندنا وقت فراغ. يعني انا ما عندي ولا انيس اثنين ثلاثة عنده، يعني نحن عندنا 3 اولاد صبيان وبنت، يعني سنتين الفرق، ومدارس تدريس وشغل وهيك. بس انه بدل ما نروح مثلا نعمل شيء يمكن بكافيه نشرب نسكافيه او شيء، او نقعد مع اصحابنا، بتلاقينا يلا بتابعوا اولادكم هالشيء اللي بتعملوه؟ اكيد، وامرات بيشاركوا معنا كثير، بحبوا هالاشياء كثير، بينبسطوا، بيجوا من المدرسه بابا سالونا، بس هالمره فهمناهم، بس يسالوا عن وجه الماما قولوا لهم ما بنعرف الماما مخبيه وجهها معنا باللعب. يعني نحن مجبورين نخبرهم، مجبورين مشان ما يتضايقوا. لوين بدكم توصلوا بهالالعاب اللي عم تعملون؟ مش العاب، وفي من وراهم رساله. يعني لما كانت قصه الريتنج عملتوا شيء كمان بصيدها انت وتينا بريتنج الانتحار. ايه طبعا الانتحار، ولما دائما في عندكم بتلحقوا يعني موضوع الاشياء الان. رح اقول لك سؤال، نحن بهالبلد عايشين، نحن وقت صارت انتخابات الرئاسه اي جلسه كانت
ما إلها عين 40 50 60. نحن كنا عم نقول اهم شيء وعلى طول بحب اقولها، نحن لا نتعاطى الشأن السياسي، من هيك ما قلنا اذا بيطلع الفلاني. نحن حكينا عن موضوع اجمع عليه اللبنانيه هو ضروره انتخاب رئيس. طيب شو بده ينفع؟ انيس زبيدي يستنكر وتينا زبيدي تدين عدم انتخاب رئيس، شو عملنا؟ إيه لا بنوصل على شط الروشه وبنكب حالنا او بيطلع رئيس وبقوه الله طلع رئيس. هلا بتقولي لي انتم مخصكم، انا بقول ان في ناس بتاثروا. مين عم بيدعم انيس وتينا ماديا؟ هون المشكله اللي نحن عم نتخطيها بارادتنا. لا سوري، هو اذا بدك سؤال كثير حلو، بس السؤال الاضبط مين عم بيحارب؟ يعني ما بدنا حدا يدعمنا بس ما يحاربونا. عرفت مين شو عم المشكله؟ بيحاربكم؟ كله مين كله؟ ما معروف، لو معروف كنت بتعملي احتياط، بس انه اول شيء على خلفيه اخر مشكله بلا ما فوت بالقصص، من سنتين ونحن بنتعرض للحرب. انا تقلك سوري، يعني انا بتفاجئ انه لما وحده بتطلع انه يا بتعمل شيء اباحي، يا بتعمل شيء بتدق بالدين، يا نحن اذا لاحظتي هون القوه، يعني عم نقدر نخترق بلا ما ندق. معروف شو اليوم بيعمل خضه بالبلد، يا بدك تتعرسي يا تعملي اشياء اباحيه، يا بدك تدقي بالدين او تفوتي سياسه دق يعني للجرحى. نحن عم نتكل على افكار، نحن مقتنعين على فيقه ولا شيء مش مقتنعين فيه. ايه لنقدر يمكن اذا بدك نزورب، لانه ما فينا نفوت ديريكت، لما بدك تكوني جالسه ما فيك تفوتي ديريكت. بس نحن ما بنكذب، يعني عم نتعذب، بس انه ندعس فشخه ونوصل. لوين بدكم توصلوا؟ نجمة تينا زبيدي بشو؟ نجمة غنائيا؟ هلا شو سمعتي؟ كل متى ما بتجي بتغني لايف عندك ولا بحطوا لك تسجيلات وبيعملوا حركات؟ يعني انت بدك تينا تصير فنانه؟ طبعا انا خدتها وانا كمان بالغناء. انا بدي اخذ حقي، انا بدي اخذ حقي بالشعب، حقك بالكلمه. طبعا انا بدي تطلع رئيسة مجلس الفكر بتقول لي اجعلنا بخورك لنرتقي سوية، وشعر حلو. انا مش عم فكر شعر حلو، بيقول لي انا رئيس سابق وانت شاعر دايم طول عمرك، وامين جميل بيقول كذا وفلان بيقول كذا، ونور ملاح بيقول لي اقدم شعري لحني تقديرا لشعرك ليتعانقا، والدكتور ميشيل جحا بيسميني ترفع من العبد لبنان. إيه اكيد انا بدي حقي بالشعر. هلا لقيت انتشار الفيديوز على السوشيال ميديا وهالاشياء هي الطريقه الاسرع للوصول الى الهدف؟ هيك اكيد. هلا انت وصلت ولا بعد؟ تينا وصلت ولا بعد؟ لا اكيد. اي ساعه بنقول وين انتوا على الطريق؟ خليني جاوب. ما في انسان بيوصل، ما في انسان، لانه ايه بس يقول وصلت انتهى. يعني نحن قطعنا مرحله ونحن صرنا معروفين. نحن من السياره لعندي بختصر لك مش ناقصنا شيء، وقفنا 2 3 تصوروا معنا، نحن بلشنا نعرف، نحن ما اخذنا حقنا بحق لنا اكثر من هيك بكثير، عم نشتغل. واي ساعه نحن بنقول لك نحن انشهرنا او انعرفنا او وصلنا بنكون حفرنا قبرنا بايدنا. يعني كمان اذا الله راد بنقول على طول ونتكل على ربنا. حابه تغني؟ حابه غني لانه اول شيء انيس يعني شريكي بالحياه وهيك ايه اكيد ليش لا. انت بتعتبر انه اصلا انا بعتبر اذا بدك اني عم غني توصل كلام جوزي ونكون اذا بدك شريكين بهيدي الخطوه اكثر ما انه غني كون انا اخذ. يعني هي مبسوطه لا انا انه عم تغني كلام جوزها، اكثر مبسوطه عم تغني، وانا مبسوط انه هي عم تبين. يعني نحن عم نشتغل لبعضنا مش لنفسنا انا وياها. وانا استاذ فتحت مواضيع البوستات، نحن هيدي البوستات في اشياء في مجال تتحقق وفي اشياء صعبه وفي اشياء مع تعديل تتحقق، بس نحن مقتنعين. نحن قلنا وقت نطلع بالسياره في مرايه نطلع لورا، قلنا شو بيمنع ونحن ماشيين نطلع لورا. بعد جمعه تم الاختراع بامريكا. هلا شو عم تشتغل انيس؟ انا الشاعر انيس زبيدي. نعم. خلصت فقط لا غير. طبعا مرتي بتعمل حفلات، بس حفلات من نقير على الطبليه مثل ما بيقولوا. مش انا عندي حفله ومشينا، مينك انت حبيبي، وين الحفله ومنو اللي عمل حفله؟ اخر حفله لتينا زبيدي كانت ببيت رئيس جمعيه المجتمع الاسترالي بحضور شخصيات كثير كبيره، وعرفت شو غنت وعرفت كيف قعدت وعرفت كيف فاتت وعرفت كيف طلعت. غنت بمهرجان الدبكه هي وعلى حليحل، كان في 11 فرقه زفه وبرعايه 3 وزارات و4 تلفزيونات. تينا عم بتنقي على الطبليه شو بدها تعمل ونحن مرتاحين. وبدي اقول شغله، انه نحن لو مش متكلين على ربنا مثل ما بيقولوا كنا نزلنا اول بوست وخلص وقفنا. قد ما في ناس
مش كلهم، في كتير ناس معنا، بس قد ما بتتفاجئ انه بتشوف الكومنتس بتفكري انك قتلتي له بيو للواحد، قتلتي له خيه، للاسف انه يا خي طب انا شو عم بعمل لك اذيك؟ انه بتضحك بضحكك وبتتفرج علي وبتنطر فيديوهات مناطره وبعد شوي بتطلع بتسب لي عم تدفع مصاري بدق بامي وبدق باختي ما عندي اخذ وبدق بخيي. طب انه شو عاملين لك ولو انه شو اخذي من دربك؟ طب ليه ما بنتقبل بعضنا؟ اوكي ما بتحبني اعمل ديليت اعمل بلوك، فيك ما تشوف صورتي ابدا، بس انه ليش نحن يعني عن جد انه بس انا وين قويت بس نزلت على الطريق صرت شوف العالم نحن معك، بس انه طيب ليه ما بتطلعوا يقولوا لي نحن شو بدنا فيهم ما قلنا جليدي نحن معك يعني عرفتي انه في كثير ناس بتتصور معنا يي كفوا يي بهيدا الخطوه نحن وهيك بنحب لبنان وهيك. صرت كرمال هول العالم انه لا عن جد في عالم على الارض معنا وعم تدعمنا وحبتنا، هيدا الشيء الوحيد اللي وللعالم يلي بتقول الباد كومنتس او بتقول يي شو هالهبل يلي عم بيعملوا شو بتقولوا لهم؟ وين عملنا هبل؟ طيب بشرفك انه وين عملت هبل؟ انه حتى انا امرات اولادي ما بفوتهم، اتجنب فوتهم، يمكن رفيقوا بالمدرسه يقولوا يي امك هبله مثلا، بس انه وين الهبل؟ طيب انه هلا التجميل انا اللي عملته، انه سوري لو نجمه نمرة ما بدي فوت باسماء، بس لو نجمه نمرة انا تعملها مثلا واو شو هالفكره وشو ذكيه وشو كذا، بس لانه انا ما في شركه انتاج وراي وما في 500,000 دولار وما في همر وما في ما بعرف شو وما في قصص وما في، اذا بدنا نعملهم فينا نعملهم، بس عم نكذب على حالنا. هيك بدكم الانسان؟ انا هلا قادره سوري فوت 4-5 بادي جارديه وقف لك صف، هيك بدكم العالم؟ او بتعملوا له قيمه او بتبطلوا تصبوا؟ عم بدقوا لنا يقولوا نحن 50 شخص، نحن 100، نحن عائله، نحن ضيعه، نحن جمعيه، دميتنا حسابكم، دميتكم حسابنا، يعني دميتكم غاليه احتفظوا فيها، ونحن حضاريين بتمشوا معنا بالحضاره مشوا غير ما بدنا. وعلى سيره النقد انا بحب اعطي رايي كمان، النقد ما في شيء اسمه بقول للنقاد، النقاد هن اصناف من المجتمع مش صنف واحد، في الصنف اللي بيتاثر بلا شخصيه يلا عم يمدحوا تنمدح عم يسبوا تنسب، في الصنف المبعوث من قبل ناس اكثر ما واحد يقول مش عم يفتح الفيديو مين ببلش سب انيس ولا تينا، وفي الصنف يلي عم يعطي رايه بتجرد وانا بحترمه، وفي الصنف هيدا بحذره يلي عم يحكي عن الاخلاق وضفرنا بشرفه، هذا بقول له رح نلتقى نحن وياك بالمحكمه، وحياه ولاد الثلاثه ناطر اول فضوه تجرجرا نوقفهم مثل الخواريف، واذا هن بيفكروا انه لبنان فالت رح يتفاجئوا كيف بدهم يوقفوا بالصف. شكرا لحضوركم، سلطنا الضوء على هالقصه اللي شغلت السوشيال ميديا والمجتمع خلال هالاسبوع. اهلا وسهلا بحضوركم. في موضوع وعدنا فيه على الفيسبوك اذا فينا على السريع بكلمه بس، كلمه واقل من كلمه. نحن وعدنا بشيء مش نقوله وعدوا ما عملوا، في شغله مزعجه كثير بدي ابلغها للعالم كلها وبدي اطلب منهم يوقفوا معنا على خلفيه اللي صار معنا بالاخر مع احدى الفنانات. كل العالم ناطره تينا وانيس زبيدي يتشكوا من كبر اخلاقنا، حاولنا نترفع عن القصه، مع الاسف اضطرينا نتشكى، والمفاجاه هي السبب انه الفنانه المذكوره اتشكت علينا، ضربني وبكى، سبقني واشتكى. نحن الاسبوع القادم بالمحاكم كل اللي بيعتبرنا معنا حق بطريقته يوقف معنا، وخلي القانون ياخذ مجراه. شكرا لحضوركم، بنتابع بعد البريك.